عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. يسعد لي صباحكم حبايبي، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة، ان شاء الله تكونون بافضل الاحوال. ونرجع بروتين جديد ويوم تقريبا جمعت فيديوهات هواية بي. نروح ببيت اختي معزومين اليوم، فخلي نشوف شلون راح يقضي هذا النهار. طبعا هسه تقولون شنو هذا الشوربه من الصبح؟ هاي سويته لابراهيم، يعني ما سويته الصبح، ظل زايد عندي من الليل وحرامات يعني نذبه. فابراهيم كان شويه صوته مطبق، فحميت له اياه الصبح على الريوق، قلت خليه يشرب شوي حتى صوته ينفتح. كلش طيبه. وهسه بنفس هذا الفيديو راح انزل لكم الطريقه اللي احنا نسميها ترخينه. فهنا مثل ما تشوفون عندي هذا الجهاز الهيتر اللي صار سنة، مثل ما قلت صار سنة ما مستعملته، لأن النقطة للهاي ما عندي للكهرباء، فرتبنا له نقطة كهربائية. وهنا طلعنا لبيت أختي. غلطة مرت وانتهت، شمعة العشرة انطفت. غلطة مرت وانتهت، شمعة العشرة انطفت. وطبعا وصلنا هنا واني كلش متاخره، واني قلت لهم ترى اني اتاخر واحتمال ما اجي لان كهرباء ببيتي وما يصير لازم نكمل شغله، يلا اطلع. قالت مو مشكله حتى لو تجين بالاخير انتي بعدين نصب لك اكل. فرحت شفتهم صدق يعني هسه بدون تحضيرات الاكل، وكانت مسويه دليمي على اللحم والدجاج والشعريه وهالشغلات. يا رب يدومها نعمه عليهم، ما تقصر دائما امينا الغاليه إذا هي أو أمينة الغالي، فيا رب يدومها نعمة عليهم. هنا ناكل وقاعدين وشقة وضحك، وورا الأكل شوف وش صار بينا. يا ويلي يا قد ضحكنا قد ضحكنا. خطية المنهولة مالتهم مو تدرون مواعين هواية مال عزيمة، فالمنهولة انسدت، والولد طلعوا يعني مثلا أزواجها طلعوا وراحوا للسوق. فاحنا ظلينا وحدنا، خابرناهم قلنا لهم معودين تعالوا ترى احنا ما نقدر. خطيه يابا رجعوا من القهوه، هل قد ضحكنا على منظرهم. ويعني فعلا يعني هم ما راجعين يعني صدق كانت ما تنفتح، يعني صدق كانت المنهوله معانده الا بحيث تلزلم يلا فتحت. راحوا جابوا منها المحلول وجابوا منها الشغلات السيم وهاي، والحمد لله ربي سهل عليهم وفتحت المنهوله. وهنا سووا غسل وجلف من جديد للمطبخ. خطيه كلش تعبت. هنا طبعا ورا ما تعبنا وقعدنا، اختي الصغيره قاعده تجيبي انا اصور لك ورا ما خلصت غسل. هنا خلصت غسل، رجعنا الكاونتر مكانه والغراض رجع للمكانه، شيء قليل باقي، ورجعنا للبيت. وهنا تعالوا نسوي هاي الترخينه اللي بدايه الفيديو شفتوه بالكاسه اللي دا اوكل ابراهيم من عنده. طبعا هي المكونات مال الترخينه انا كنت يعني حقيقه كنت ابد ما اعرفها ولا ضايقتها، بس من جيت بهذا بيتي عندي صديقتي جوارينا ومزهراء علمتني عليها، والطعم مالته كلش طيب. يعني هي وشوربه العدس، انا كلش احب الشوربات، بس شوربه العدس وهاي الترخينه كلش احب على غير شوربات. المكونات شنو؟ مكونات اساسا هو الترخينه اللي بالسوق يبيعونه، اللي اكو غير اسم له يسمونه تشت ما تشت، المهم هذا المصطلح عليه يطلقون. فهذا المكونات مالته، والتمن واللوبيا، اللوبيا مفورته وخلتها على صفحه، وسلق وبصل حمص، ويعني مثل طريقة الشوربة العدس. هنا اللوبيا استوت عندي، شفتوني ثرمت السلق، نزلت على اللوبيا ورا ما استوى تماما. بعدين على صفحة نقعت هذا الترخينة وشوية يعني نقول استكان نص استكان العفو تمن، نقعتن على صفحة حتى شوية يعني ينمرد عندي.
ورا ما اخذ فورة السلق واللوبيا نزلت التشت ما ادري تشش ما ادري الترخينه، المهم خلينا نقول ترخينه. نزلت الترخينه والتمن عليه حتى يستوي. تدرون لان التمن شويه قوي يريد له فتره يلا يستوي. فخليتهم يعيشون حياتهم. وهنا قلت خلي اقلب بصل بعدين حتى اضيفه عليهم. طبعا لا تشوفون هاي اول مره انا استعمل هذا الهيتر، فاول مره استعمله وحتى مكانها من مو يعني زين، بس قلت خلي اجربه خلي اشوف شلون حرارته شي، لان هواي نصحوني بيه. بس ما شاء الله عليه، يعني انا طباخي هذا 5 عيون ما يعني باعتقادي ما يوصل لحرارته. يعني ما شاء الله هذا اللوبيا اليابسه مثل الحصو، عبالك حصو غير نص ساعه استوى ما شاء الله. فهنا الترخينه تقريبا 3/4 الساعه صارت عندي. هنا تشوفون يفور هو اللوبيا مستوي، بس يفورن كلن سوا، بس بقى البصل نضيفه عليه. هنا قلت خلي احمس له شويه بصل. فهنا من البصل انحمس عندي ضفته على المكونات اللي بالجدر كله، خلاص بعد ماكو اي اضافه، الا في حاله مثلا انا احبها شويه تكون حامضه، نعصر عليها فد ليمونه او نص ليمونه. بس شو الطعم مالته كلش طيب، خاصة هذا جو شتائي دفي، ويعني هواي يعني بفوائد. اذا اللوبيا تعرفون وهالشغلات اللي السلق والهاي هواي لوبيا، يعني العفو لوبيا شنو هواي فوائد بيه. فهنا الفيديو مالتي محمل، الموبايل بطل يصور، اخذته صورة وشفتوا النهاية. هنا ورا ما استوى عندي وطفيته حايرة شو اسوي عشاء، والله دايخة وحايرة يابا شو اسوي. قلت خلي اسوي شوي كباب وعروق، وادور بالثلاجة مالتي وما القى عندي بوتيتا. قلت مو مشكلة ما نوقف على مود البوتيتا، خلينا نضيفها نستبدلها بالباذنجان. بس والله العظيم طلع اطيب من كباب البوتيتا بيها. فهنا بديت اقشر بالباذنجان والمواد، وقلت خلي اثرمهن على ايدي، ما اريد اثرمه بالمحضرة الطعام، لان الصراحة المحضرة الطعام ما احس يسوي بها طعام، ما اعرف شو اني يعني ما حبيته. لا الكباب العروق احبه بمحضرة الطعام، ولا الدولمة احسه يعني ما بي طعم يصير يعني الاكلة. بس مجرد الكبة، من اسوي كبة البصل اسويه بالمحضرة الطعام، ويعني ما اسوي كلش اهرسه حتى البصل يصير مثل المي. يعني انا مستفادة من محضرة الطعام بغير شغلات، وخاصة بالكبة. بس مثل ما قلت لكم الكباب العروق والدولمة لا والله قليل كلش قليل، يعني اذا مستعجلة او مثلا كمية هواية مثلا خضار راح يجيني، فيعني نمشي نفسنا بالمحضر. بس اذا ما عندي شي لا اثرمه على ايدي. فانا مثل ما تشوفون دا اثرمه، وخليت بيه 3 شغلات اظن، بصل وطماطم وباذنجان وشويه ليه، ونسيت ورا شويه الله ثرمت الكرفس. فهنا انا دا اثرم وعيني على شوربة الترخينة، حتى لا لان كل ساعة لازم شوي نحركها بالخاشوقة، لان تعرفون التمن يلزق جوا يثخن ويلزق بالكعب الجدر، فلازم احنا رايحين وجايين عليه، يعني ما نخليه يلزق بكعب الجدر. طعمه كلش طيب طعمه، يعني اني يعني هو اصل اهلها من يسوونها مثلا اكثر شي بخانقين هنا يقولون ما تنكال يعني مرتين، بس مره واحده بعدين تثخن ويذبوها. اني لا ما اذبها، اخليها بالثلاجه وثاني يوم احميها شويه اضيف لها مي. والله كل ما انا ليش احبها يعني اشوفها طيبه ما اعرف، بس المهم ما اذبها اني، خاصة إذا ظل عندي مثلا من كاسة شيء أحميها الصبح لأبو إبراهيم يحبون كلش الصبح، يحبون يعني شغلات شوربات وهالشغلات. فهنا مثل ما تشوفون ثرمت المواد كلها، وضفت الشحم هم ثرمته، والطحين والتوابل اللي هواي ضفت له توابل مثلا من كل شيء شوية، فلفل أسود، بابريكا مدخنة كلش طيبة، والمعجون والملح والماجي وشوية طحين. وتعالوا نقلي ونشوف شلون راح يطلع شكله وطعمه.
فهنا انا مثل ما قلت لكم هاي اول مره استعمل هذا الهيتر. كلش زين وحلو شغله وسريع كلش حلو، بس اكتشفت شي واحد بانه هو شلون نقول كعب الجدر، مثلا اذا تيفال او مثلا هسه هذا انا عندي هذا يعني مو كلش ثخين، يعني الخارج مالته تشوفونه شي يعني الداخل مالته مثل فافون صاير. فمن قلبت الطاوه واريد اغسلها شفت الكعب مالته كله يعني محترق، فقلت حرامات هذا يعني ما يصير، لازم نخلي له يعني نخلي له شغلات مثلا قويه يصير حتى يعني يقاوم هذا الحراره، لان تدرون الحراره مالته مباشر. واذا تسمعون صوت بتشي وهاي اليوم المونتاج برعايه ابراهيم قاعد بصفي ودا منتج الفيديو، ورجله ما ادري شلون طخت وجاي يبكي، فسكتنا والحمد لله سكت. فنرجع لحديثنا. اللي عنده مثل هذا الهيتر الطباخ يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات هل صحيح يعني يحرم الجدر كعب الجدر يحرمه لو لا، لو بس انا شفت هيجي. يا ريت تنطوني نصيحتكم الي وشون استعمله، يعني ما اخليه مثلا يطوق او شي، لان اكو ناس هواي خوفوني من عنده. يعني انا اعرف ناس قريبين علي ماخذينه صار سنين ويخافون يجربونه. قلت لهم ليش تخافون تجربونه؟ تقول نخاف ما يعني يطخه ويطوق وهالشغلات. بس انا اشوف اذا مثلا الجدر مسحناه وخليناه عليه ما اصدق يطوق، واذا المي نزل عليه هذا مي حار وهو حار شكد ما يتفاعل. فبعد ما اعرف، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. انا بالنسبه لي كلش حبيته، سريع ويوفر. بس مثل ما تشوفون المكان ما عندي يعني إله زين، لان مطبخي ماكو بيه بعد يعني مكان ركن العفو حتى اخلي له مثلا فد ميز او فد شيء مناسب إله. ماكو مكان غير بس خليته على الطباخ وخليت جوا فد فايبره، يعني وقتي هذا الشيء وقتي انا همينه ما حبيت هذا الشيء، بس مضطره. وصار لي فتره طويله يمي هذا الهيتر وانا ما استعملته، هاي اول استعمال قدامكم. حبايبي السؤال اذا ما يصير زحمه عليكم، ايش رايكم بالقلايه الهوائيه؟ اكو ناس هواي يعني نصحتني بيه وقالوا زين، ويعني مي مثلا اذا تريدين تقلين بيه شي بعد ما يطفر دهن وهالشغلات. مثلا انتو شنو رايكم؟ الماخذ منه يا ريت يكتب لي بالتعليقات. الزيتيه ما ادري ليش خوفوني من عندها، قالوا ينفجر وما ادري شنو. والهوائيه اكو بعض قالوا شغله كيكه عينا شغل الفرن، اكو بيوم قالوا لا والله كلش زين ويعني خلصك من الطباخ وهالشغلات. فيا ريت تكتبوا لنا نصائحكم بالتعليقات. فهنا شوفوا الكبابات ايش قد طيبه، طلعت الطعم يعني والله اطيب من 1000 مره من اخلي بيها بوتيته. هاي اول مره انا ما خليت بيها بوتيته والطعم كان كلش طيب. وبعد اذا سويت كباب عروق ما اخلي بيها بوتيته نهائيا، لان احسه يسحب المي مالته، يعني ما ادري شلون طعم يصير بالكباب. فاعتمدت بس على الباذنجان والبصل والطماطه وشويه ليا. نادر ابراهيم ما ادري جاي يقول لي وشنو شاف وتعالي، واني 1000 مره تقريبا قلت من واني دا اسوي هذا المونتاج يمكن قومني 1000 مره. فما بقى بس الزلاطه، بس يا معود ابراهيم بس نكمل الزلاطه. فسويت زلاطه وياه. ما كان عندي خيار طبعا، كان بهذاك اليوم كان عندي جفاف مال مسواق صراحه كل شيء مخلصه كل شيء، بس الحمد لله والشكر ماكو شيء يعني نوقف عليه. مثلا مو من ورا بوتيتا او خيار احنا ما نسوي وجبه اكل، لا استبدلته بالفلفل بارد، ومثل ما تشوفون اطيب زلاطه صارت والحمد لله والشكر. وطبعا الكباب العروق كان هوايه، يعني العجين كميه صارت يعني ما احب يظل بالثلاجه او بالمجمده، ما اعرف شلون طعمه يصير اذا ظل ثاني يوم، فقلت خليه اقليه وادز المزهره من عنده. هنا مثل ما تشوفون يعني احنا هسه هذا بالماعون كلش كافي علينا ويا هذاك الشوربه الترخينه، بس قليه زايد قلت خليه يظل حتى لو يظل بالثلاجه بارد ابراهيم ياكله. هنا خلصنا تقلاه ودا نحضر الصينيه، وشوفوا لي اللون ايش قد حلو صار والطعم يخبل وقرمشه بيها كلش حلو قرمشه امامات.
فهنا اخذت لكم صور إلى لان الذاكره خلصت عندي بالموبايل، وقلت لازم حتى لو صوره بس يشوفون شكل النهائي. هنا فيديونا راح يخلص، وان شاء الله ما اغيب عليكم اكثر واكثر، ودعموني باشتراك ولايك حتى القناه تصعد ان شاء الله. وهنا اقول لكم مع الف سلامه. احب كلش تعليقاتكم الحلوه، كلش احبها، ومتابعه التعليقات بدقه. في امان الله.